ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم فيديو جديد. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا معايا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. هنعمل مع بعض البيتزا. هنعمل بيتزا فراخ، شاورما، وبيتزا جبن. كان عندي صدر فرخه في الفريزر، كنت مقطعاه ومتبلاه ومجهزاه. عملته شاورما، عملته بانيه، عملته عندكم برضو كمان في البيتزا، اي حاجه يعني. المهم فطلعته كده كده، كنت هعمل البيتزا فقلت اما اطلعه واحطه معانا. المكونات بتاعتي بقى: عملنا الاول كيلو دقيق، حاطين عليه معلقتين سكر مع الخميره، ودوبناهم ميه دافيه للعجن مع بعض. حطيت علبتين زبادي وشويه زيت زيتون، وحطيت ملح، رشه ملح، وشويه روزماري. يا جماعه بحب الروزماري قوي مع العجائن عموما. المهم هنا بقى حطيت الكيلو دقيق في العجانه، وحطيت عليه معلقتين السكر بالخميره، وحطيت ذره الملح، وحطيت علبتين الزبادي، وشغلت العجان بتاعتي وسبته يعجن العجينه كويس قوي. وحطيت الميه بتاعتي الكميه اللي انا شايفاها مناسبه للكيلو مره واحده، وما حطيتش تاني. وشغلت العجان على السرعه البطيئه في الاول شويه. هنا بقول لكم ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، فلايكات بقى كتير على الفيديو ده ان شاء الله يعني. المهم شغلت العجان بتاعي على السرعه البطيئه شويه، عما يلم الدقيق بتاعي عشان ما ينطورش مني في كل حته. وبعدين بقى قمت مشغلاها على السرعه العاليه لغايه اما عجنها كويس قوي ما شاء الله، والعجينه لمت من الاطراف خالص زي ما انتم شايفين كده. وقمت مغطياها بالكيس اللي هو الشفاف ده، وحطيت عليه فوطه مطبخ، وسبتها مع نفسها شويه لحد ما تخمر، على ما انا جايز الصواني بتاعتي واجهز حاجتي. عايزه اقول لكم سامحوني على الاضاءه اللي فاتت، الاضاءه ما كانتش مظبوطه، فظبطتها هنا المقطع ده. المهم بقى العجينه بتاعتي اختمرت وبقت زي الفل. رشيت دهنت الصينيه بتاعتي زيت، وقسمت العجينه قطعه في الصينيه اللي ورا زي ما انتم شايفين، وقطعه في الصينيه دي، وهفردها كويس قوي كده زي ما انتم شايفين بالظبط. هفردها لغايه اما اخد السمك اللي انا عايزاه، وافردها كويس في الصينيه عشان تاخد مساحه الصينيه مظبوطه. فردتها كويس قوي، وهجيب بقى الشوكه بتاعتي وغزغزها زي ما انتم شايفين كده بالشوكه، وانغزها كويس علشان ما تقبش في الفرن او حاجه. فمسكتها ما خليتش فيها حته سليمه، موتها. المهم جبت بقى الصوص بتاعي. انا كنت عامله كاتشب على صلصه طماطم على برضو شويه روزماري وتوم باودر وبصل باودر، وقلبتهم كويس قوي الصوص ده كده مع بعضه، وحطيته في البوله اللي انتوا شايفينها دي لغايه اما اجي اعمل البيتزا بتاعتي. هنا بقى دهنت القاعده بتاعه العجين كويس قوي، وكنت مقطعه فلفل شرايح، وجبنه موتزاريلا عندي، وجبنه شيدر، وزيتون مخلي، وشاورمه الفراخ زي ما قلت لكم. هجيب كل المكونات بتاعتي هنا بوريكم بقى المكونات اللي جاهزه معايا بتاعتي على جنب. وعندي جبنه شيدر برضو قطعتها شرايح وهرصها برضو معاكم. رشيت طبقه جبنه موتزاريلا خفيفه قوي عشان تمط العجينه من جوه. وبعدين هنحط بقى المكونات اللي معايا. هحط بقى الاول الشاورما، طبقه من الشاورما خالص كده، ويعني البيتزا اللي بعملها دي هتبقى بيتزا شاورما، البيتزا التانية جبن. فهخلص الشاورما اللي معايا كلها وهحطها في الصينيه دي بس كده. وبعدين قمت جايبه بقى على شرايح الجبنه الشيدر وحطيتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حتى منظر حلو يعني للعين وكده. وبعد كده هجيب الفلفل الالوان وارصه كويس في الصينيه كده بشكل جمالي حلو، ونعمل بقى احلى صينيه بيتزا نتعشى بيها مع بعض. عايزه اقول لكم تعالوا تعشوا معايا، بس يا ريت يعني كان ينفع. واللي وصل معايا في المقطع بتاع الفيديو للحته دي ينزل يصلي على النبي في الكومنتات عليه الصلاه والسلام، ويكمل معايا الفيديو. صلى على النبي كده يا جماعه عليه الصلاه والسلام. هنا بقى كان في جبنه الشيدر برضو، حطيت جبنه شيدر ورشيت شويه جبنه موتزاريلا، وعلى طول هحدفها في الفرن. هقول لها ادخلي على بركه الله، سيري على بركه الله في قلب الفرن بقى يا جماعه. ونبتدي نجيب الصينيه التانية اهو. شفتوا انا سريعه ازاي؟ في ثانيه فردتها. نفردها زي ما انتم شايفين كده زي الصينيه الاولانيه طبقه كامله، ونغزها بالشوكه كويس قوي، ونحط باقي الصوص اللي معانا ونفرده برضو في الصينيه كلها زي ما انتم شايفين بالشكل ده بس كده.
ايوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هنرش جبنه موتزاريلا. الفيديو ده معايا يا جماعه من قبل البوتاجاز بتاعي ما يفرقع، اللي هو الفرن، فعشان كده قلت انزله. يعني انا كنتش عايزه انزله بسبب الاضاءه اللي في الاول كانت بايظه، وقلت مش هنزله. فسبحان الله قلت هنزله لكم بقى لما ابقى اشوف حل البوتاجاز وكده ونعمل فيه حاجه ان شاء الله يعني. المهم رشيت طبقه الجبنه ودعواتكم كده الاول، دعواتكم بصراحه الحال وبس الحمد لله. المهم رشينا الجبنه وطبقه الزيتون والفلفل، وحطيت الجبنه الشيدر، وكملت بالموتزاريلا. والصينيه دي يا جماعه ايه، من غير شاورما الفراخ، دي كده جبن مشكل بس وفلفل. حطيتهم، شفتوا برضو طلعوا بسرعه ازاي. طلعت اول صينيه من الفرن يا جماعه. عايزه اقول لكم ريحه الروزماري دي تحفه، مخليها ريحه البيتزا حلوه قوي. هنقطعها بقى مثلثات، ما تعرفوش ايه اللي هيحصل دلوقتي. قطعتها وقمت واخده قطعتين وسبت الفيديو ورحت قعدت كلته. سخنه والريحه تحفه، ما قدرتش اقاوم، فاخدت القطعه بتاعتي وطلعت اجري اكلتها. وبعدين جيت كملت معاكم الفيديو. شفتوا بقى مفيش اسرع من كده. طلعت بقى عشان اوريكم العجينه. شوفوا سمكها حلو ما شاء الله، وشايفين قد ايه العجينه طريه وهشه، بس سخنه مش قادره امسكها. شايفين مش عارفه امسكها من الحراره اللي فيها. والله عايزه اوريها لكم وامسكها لكم واوريكم مطه الجبنه، بس ما قدرتش من السخونيه والحراره بتاعتها. هاخد كده قطع كمان وبوريكم السمك بتاعها وجمالها ما شاء الله. تحفه 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 يا جماعه بصراحه. شوفوا بقى هيحصل ايه دلوقتي. اخدتها وكاني ما بصورش وطلعت اجري. المهم رحت جبت الصينيه التانية. وبكده الفيديو بتاعنا خلص. لايك وشير وسبسكرايب، ومع السلامه.